السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اول حاجة نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في حد في التعليقات قال لي يا ام محمد، ايه افضل نوع ارانب بتربيه؟ افضل نوع ارانب بربيه، الارانب مش افضل نوع ولا ايه الاحسن ولا ايه الاوحش ولا الارانب آه بالشكل، يعني مثلا مش بالشكل برضو كمان. يعني مثلا ممكن يكون عندي الأرنبة السودا دي اهي، الأرنبة السودا دي بالصلاة على النبي من ورا حجمها حلو، من قدام ما شاء الله ودانها ما شاء الله برضو كبيرة حلوة مش صغيرة. حجمها حلو. طيب هو انتي اسود هتجيب لنا اسود برضو، مش هتجيب لنا الوان، لا بالعكس من قال كده. طب ماشي، دي أرنبة سودا جابت لي، اللهم صل على الحبيب، ده هيبقى لونه بني بلجيكي، وده بابيون ابيض فاصفر، مش عارفه باين في الكاميرا ولا لا. وده بابيون ابيض في اسود، وده ابيض، وده بني، او بنقول عليهم بلجيكي، يعني مش شرط وانا مركحه النتايه دي الذكر اسود برضه. فموضوع الالوان ديتي مش كلام في التربيه. وبرضه نقطه تانية، انا ما بحبش اربي النتايه اكتر من 3 كيلو، يعني النتايه عندي تكون من 2 كيلو ونص ل3 كيلو. تعال نشوف دي على الميزان، هي لسه والده ايه، نطمن على الميزان نشوفها قد ايه. اهيتي الميزان اهو، اهيتي 3 كيلو ولسه والد، ما اتغيرتش ما شاء الله بعد الولادة. اكتر من 3 كيلو ما بحبش ان انا اربي النتاية اكتر من 3 كيلو. ممكن 3 كيلو و200، 3 كيلو يعني اقصى حاجة 3 كيلو ونص. نتاية توصل معايا ل 4 كيلو لا ما بحبهاش، بحس ان هي بتليس دهون من ورا، ما بتشتلش حجم اجنة حلو. بالصلاة على النبي، دي اهي، دي ما شاء الله جايبه لها 10 ما شاء الله اللهم بارك يعني. بالصلاة على النبي ما شاء الله. رجعنا مكانها هنا، نكتب على هوريكم نتاية تانية بابيون ابيض فاصفر، ودي برضو بابيون ابيض فاصفر، ودي بلجيكي، دي بابيون ابيض فاصفر اهي. الصلاة على النبي ما شاء الله اللهم بارك اهي، ما شاء الله اللهم بارك عليها. بالصلاة على النبي من ورا خلفيتها حلوة، بالصلاة على النبي، ودانها بالصلاة على النبي كبيرة، وشها عريض مش رفيع من هنا كده، ما بحبش الارانب اللي وشها رفيع من هنا كده اهي. بالصلاة على النبي. طيب دي قبل ما اخدها على الميزان واوريها لكم. طيب دي خلفيتها معايا بالصلاة على النبي ما شاء الله. السودا ما جبتليش اسود، بالصلاة على النبي ما شاء الله اللهم بارك. بابن ابيض في اسود، يعني هي جابت لي واحد ابيض وواحد بابن ابيض في اسود. بالصلاة على النبي، بقيت الخلفة بتاعتها كلها اسود، قطع عليهم عشان ما يبردوش. خدها لكم معايا على الميزان اوريها لكم. اهيتي بالصلاة على النبي اهي، ما شاء الله 3 كيلو اهي. بالصلاة على النبي وشها من قدام، اللهم بارك اهي. بالصلاة على النبي. طيب حد تاني يقول لي طيب في ارانب 5 كيلو و6 كيلو، طيب وانتي لا، انا ما بحبش انا اكتر من 2 كيلو ونص، 3 كيلو بالكتير قوي، يعني اكتر حاجه ممكن تلاقي عندي 3 كيلو ونص، وحتى كمان ما بحبش 6 كيلو ونص. دي برضو بالصلاة على النبي اهي، بابيون ابيض في اسود اهي. دي تقريبا كام، 3 كيلو ونص، 3 كيلو و600 حدود دي. بالصلاة على النبي
ما شاء الله اللهم بارك على من ورا اهي، ودنها وشعرت. دي احسن سلالة تربية. انما اللي يقولك لا 4 كيلو 5 كيلو، لا 5 كيلو، 5 كيلو هتشتغل دهون، مش هتشتغل خلفة، مش هتجيب حجم حلو. بص على النبي ما شاء الله وخلفتها اهو. انما موضوع ان انا اربي لون ابيض ولا لون اسود، ولا ابيض في ابيض، ابيض في اسود، ولا ابيض في اصفر، ودي اسود مشبح كمان في ذهبي، فدي من احسن السلالات للتربيه. بص على النبي ما شاء الله اللهم بارك، ما شاء الله اللهم بارك. ما تنسوش دي كلام النهارده على الفيديو، ما تنسوش تعملوا لنا لايك او اعجاب، وتعملوا لنا اشتراك على القناه. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامه.